بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبي الكريم. باشمهندس باسم هشام معاكم، والنهاردة بإذن الله مكملين في السوليد ووركس اسمبلي. وطبعا أول ما الناس هتشوف البارت ده كده هتفتكر إن احنا هنتكلم على حاجة اتكلمنا عليها قبل كده، ألا وهي الكوبي ويز ميتس. بس النهاردة بإذن الله أنا عايز أكلمكم كده على إن أنت تقدر توصل لنفس الحاجة اللي احنا عملناها قبل كده واحنا كنا بنشرح الكوبي ويز ميتس، تقدر تعملها كمان في اللينير كومبوننت باترن. فالنهارده باذن الله بما اننا مكملين في موضوع اللينير باترن، هنتكلم ازاي نوصل لنفس الفاينل ريزلت اللي احنا وصلنا لها لما كنا بنعمل كوبي ويز ميتس للكومبوننت ده او للاسمبلي ده. طبعا الناس اللي فاكره كوبي ويز ميتس احنا عملناه ازاي، طبعا بندخل هنا على insert component وبعد كده بيكون عندي copy with mates، او انا حتى كنت مسجلها من المره اللي فاتت ان انت تكتب copy with mates هنا كده وتدوس على العين، هيبدا يقول لك اللوكيشن بتاع الفيتشر دي فين. طبعا لو انتوا فاكرين copy with mates يا باشمهندسين كانت سهله جدا في الحاله بتاعتنا لان احنا ما كناش عارفين طريقه تانية. النهارده باذن الله هحاول ان انا اديك كومباريزون كده ما بين الكوبي ويز ميتس وان انت توصل لنفس النتيجه بلينير كومبوننت باترن برضه. تمام. فاول حاجه احنا اتعودنا عليها لما بنيجي نعمل كوبي ويز ميتس، هعيد لك الموضوع بشكل سريع كده. سيلكتد كومبوننت، طبعا اخترنا السبيسر والستيب وبعد كده بندوس نيكست. الحاجات الريبيتد معانا طبعا هي الكونسنتريك، فهدوس تشيك على الكونسنتريك. الكوينسيدنت طبعا عندي هيختلف، فاختار الايدج دي، وكونسنتريك اختار الايدج اللي بعدها. تمام. انا طبعا هعمل الموضوع بسرعه عشان اعرف لك الفرق اللي انت في الوقت يعني والكليكس ما بين الكوبي ويز ميت وما بين اللينير باترن. فخليني كده اكمل الموضوع بسرعه. انا اتلخبطت بعملها بس من تاني كده في السريع عشان انا يعني ما كنتش مركز. anyway ده الموضوع باختصار شديد يا باشمهندسين، وخلينا نعمل كانسل كده. ده الموضوع بتاع الكوبي ويز ميتس. تمام. طبعا زي ما حضرتك شايف هو الموضوع يعني يعتبر الى حد ما ممكن يلخفنك شويه لو انت يعني لازم تحفظ كده الارقام اللي انت او انهي ايدج بالظبط انت كنت معلم عليها. بس anyway هي دي الفكره كانت بتاعت كوبي ويز ميتس. ازاي بقى نوصل لنفس النتيجه دي باستخدام اللينير باترن؟ تمام. تعالوا كده همسح كل حاجه موجوده. طبعا كل حاجه زياده يعني. نتأكد تمام كله زي الفل يا باشمهندسين. ازاي نوصل لنفس النتيجة بقى اللي احنا وصلنا لها بالكوبي ويز ميتس باستخدام اللينير كومبوننت باترن؟ هنيجي نختار اللينير كومبوننت باترن، وزي ما احنا متعودين ان في الدايركشن احنا ممكن نختار فيس او ايدج او بلين او اي ريفرنس جيومتري احنا عاملينه. في الوضع ده احنا عايزين الكومبوننت بتاعتنا تبقى باترن، تبقى لينير كومبوننت باترن على اتجاه السلندريكال فيز ده. فاحنا في الحاله دي هنختار الدايركشن ان هو يكون السلندريكال فيز بتاعك. وطبعا هو هنا بيقول لك ان الدايركشن هيبقى لتحت، احنا عايزينه العكس يبقى لفوق. فبعد كده هنختار الكومبوننت باترن اللي هتكون السبيسر والستيب، وتحدد القيمة بتاعتك. طبعا القيمة بتاعتك المفروض انت تكون حاسبها قبل كده، اللي هي المسافة ما بين السطح السفلي للسبيسر والسطح العلوي للستيب، وليكن مثلا المسافة دي 255. والكومبوننت نبدأ نزود عدد الانستنس عشان تطلع مظبوطة بالشكل ده، فاحنا هنخليها 5. حلو. فطبعا الكلام ده انت المفروض حاسبه قبل كده يعني. على الوضع ده يا باشمهندسين انت المفروض الستيب والسبيسر اتعمل لها الحاجه المتوقعه منها اللي هي اللينير باترن، صح كده؟ عندك اوبشن بقى هنا في اللينير باترن اسمه روتيت انستنس. في الحاله دي يا باشمهندسين لما تدوس روتيت انستنس هيبدا يسالك قول لي ايه الفيس اللي انت عايز تعمل على اساسه الروتيت. طبعا في الوضع ده هم كلهم كونسنتريك، بس انت هتختار فيس تاني وليكن مثلا السبيسر فيس ده عشان يبدا ياخد انجل بالنسبه للسبيسر فيس. طبعا لو انت عايزه في الدايركشن ده او الدايركشن التاني، والانجل ما بين كل واحده والتانيه 15 ديجري، ممكن نزودها شويه نخليها مثلا 45
عشان يكون الموضوع بالشكل ده. طبعا في اللينير باترن زي ما انت شايف الموضوع اسهل بكتير من كوبي ويز ميتس، بس احنا هنا بنتكلم على الحالة اللي كانت بيتعمل لها روتيت وانت بتعمل لينير باترن. وفي المثال اللي احنا خدناه قبل كده بتاع الكوبي ويز ميتس كان برضو نفس الكونسبت، ان الحاجة بيتعمل لها باترن في اتجاه لينير. فاحنا هنا طبقنا المثال بالطريقتين. في بعض الحالات كوبي ويز ميتس هي بتكون الحل الوحيد عندك، لو انت عندك اكتر من لوكيشن ما لهمش دعوه باتجاه لينير، فانت بتحتاج ساعتها ان انت تستخدم كوبي ويز ميتس. انما لو الحاجه بتاعتك في اتجاه لينير واخده روتيشن، فانت تقدر تستخدم اللينير باترن فيتشر عشان تكون النتيجه بالشكل ده معاك بشكل سريع جدا باستخدام فيتشر واحده. وبرضو دي من الحاجات الادفانسد اللي انت هتستفيد منها جدا في استخدامك للاسمبلي ان شاء الله بعد كده في السوليد ووركس. دي كل حاجه كنت عايز اقولها لكم النهارده. اشوفكم في فيديو جديد على خير. سلام عليكم.